بيبالغ الحزن والأسى. أعلن أبناء الحاج جابر حوارات عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفاة والدهم بعد فترة من المعاناة مع المرض. وقد شارك أبنائه حمدي ومحمد وحسن حوارات منشورات نعى فيها كل منهم والدهم بكلمات مؤثرة. عبروا من خلالها عن تقديرهم الكبير له ولما قدمه لعائلته. والحاج جابر كان شخصية محبوبة لدى الجمهور، وظهر في عدد من المقاطع مع أبنائه، حيث كان يعرف بروحه الطيبة وتعليقاته العفوية التي نالت إعجاب المتابعين. ومنذ إعلان الخبر انهالت رسائل التعزية والدعاء من متابعي العائلة داخل مصر وخارجها، تعبيرًا عن تضامنهم وحزنهم لفقدان شخصية قريبة من قلوبهم. والحاج جابر كان محبوب جدًا من الناس، وكان معروف بخفة دمه وروحه الطيبة اللي كانت بتخلي الجمهور دايمًا مستني يشوفه. والعيلة وضحت إن الدفن هيكون بعد صلاة الفجر، وطلبوا من الناس الدعاء له بالرحمة. ربنا يرحم الحاج جابر ويصبر أسرته وكل محبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.